بيدي إن مست الدنيا يدا أبدا لن تنتهي أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد ديني لك يا مسلم السلام وسلاما يا بلادي الرماد تحرقها أستطيعها بفؤادي واسلمي بعد كنت بنزل ابص الاقي نفسي مثلا بقف وقفه احتجاجيه اللي واقفين مثلا 500 واحد لوحدك، يعني ممكن نقول كده. لا مش لوحدي الحقيقه، 500 واحد، 1000 واحد، مظاهره 2003 ما يغيروش. فالمفاجاه كانت في السرعه بس. نعم. اللي حدث بيها هذا. نعم. طيب ندخل بعد كده في الأحداث اللي حصلت بعد كده، ويمكن هي أحداث ممكن تكون مرت علينا ببطء، لكن هي أحداث العالم كله بينظر لها إنها سريعة. تحليل سيادتك لأداء المجلس العسكري في أداء المرحلة الانتقالية. أداء كان يتسم بحاجتين، بالتردد والإحساس بأنه مش عايز المرحلة الانتقالية دي تخلص لغاية ما يشوف هو يدبر نفسه، وده اللي حصل. أنا الحقيقة كنت بشك، ولو كنت أسمع منهم تأكيد بأنهم هيمشوا. نعم. وهيسلموا السلطة في 30/6 بعد انتخاب الرئيس زي ما كانوا بيقولوا. ولكن كان أسمع هذا الكلام وفي الوقت نفسه أرى نوع من الإصرار على تعقيد الأمور، ويعني ما كانش فيه سلاسة. طب خليني أسأل حضرتك، هل رؤيتك اختلفت يعني لأداء المجلس العسكري في بداية المرحلة عن الفترة الأخيرة؟ يعني هل كان في اختلاف ولا هي رؤية حضرتك كانت ثابتة من البداية؟ لا، هو أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا كواحد مشارك في الثورة، نعم. طبعا إحنا نزلنا يوم 25 و26 و27 و28 وضربنا بالقنابل الرئيسية للدموع وجرينا يعني طبعا كنت مشارك كأي فرد. نعم. فطبعا حسينا من بعد نزول القوات المسلحة بعد يوم 28 احنا كثوار حسينا بنوع من الأمان حقيقة. يعني بقينا ننزل ونتجول ونمشي ونتظاهر، وحدش بيتعرض لنا اطلاقا. الشرطه كانت تقريبا شبه اختفت، واللي ظهرت القوات المسلحه. في هذا الوقت ما اخبيش عليك احنا بقينا يعني فرحانين بالنزول بوجود المجلس الاعلى وتأييده للثوره، فرحانين فرحه كبيره، لان احنا كنا محسين ان ده حمانا من كثير من المتاعب. بدأت لما تواجدت في ميدان التحرير، قعدت 18 يوم كلهم في ميدان التحرير. نعم. بدأت موقعات الجمل وبدأت هجوم علينا، ما بقيناش متربطين مين اللي بيهجم علينا وازاي دول بيدخلوا في حراسة الجيش، وكنا نمسك البلطجية اللي جايين يهجموا علينا وناخد منهم البطاقة الشخصية بتاعتهم ونسلمهم للقوات المسلحة. نعم. وبعدين نفاجأ بإن نفس البلطجية دول اللي سلم لهم القوات المسلحة تاني يوم جايين يضربونا تاني، نمسكهم تاني. حدثت لنا نوع من اللخبطة كده. وأنا في وقت معين وأنا موجود في الميدان، جاني لواء و3 ضباط يقولوا لي أنتم محتجزين الناس هنا، السواق محتجزينهم وهم عايزين يروحوا. عنده بلاغ بأن الناس اللي موجودين في الميدان دول مش ناس سوار، لا ناس محتجزين، احنا اللي محتجزينهم. فأنا ضحكت كده. تحت أي تهديد؟ تحت أي تهديد، وإحنا ما بنملكش حاجة. نعم. يعني وبعدين ده مش بيت. نعم. ده ميدان له مداخل ومخارج كثيرة، عايز يطلع من أي حتة ما حدش يمنعه. فقلت له طيب أنا مستعد إن أنا يعني سيادتك تجول في الميدان، واللي عايز اللي قاعد غصب عنه خليه يخرج معك. هناك أصوات بتقول لو إن أداء المجلس العسكري لإدارة المرحلة الانتقالية كلها سيئات يكفيه 3: وقوفه بجانب الشعب في الثورة، ميلاد أنزه برلمان في تاريخ مصر، إنجابه لأول رئيس مدني منتخب بطريقة شرعية.
يعني الثلاث حاجات دول انا لا انكرهم اطلاقا. نعم. هتبقى وبعدين في حاجه مهمه يجب ان احنا نتنبه لها، ان مفيش حد في الدنيا اعماله كلها وحشه وحد في الدنيا اعماله كلها كويسه. هو احنا بنقول ان هناك اعمال في حاجات سيئات وفي حسنات، الثلاث حسنات دول بلا شك. بس في حاجه عايز اقولها بملاحظه انتخاب الرئيس. اتفضل. المجلس الاعلى للقوات المسلحه لو عليه ما كانش محمد مرسي جه. بس احنا لينا الواقع يا فندم، يعني احنا معلش. لينا الواقع. ايه اللي حصل فعليا؟ اللي حصل فعليا حصل الانتخابات فعلياً كانت إيه؟ نزيهه. الانتخابات كانت نزيهه. وانتخابات مجلس الشعب اللي للاسف يعني بعد ما تمتعتش بيه كتير، كان نعم. انزى انتخابات شافتها مصر في يمكن 100 سنه. نعم. وده اللي ان كنا نتمنى ان المحكمه الدستوريه العليا تحط ده في اعتبارها، ان ده مجلس جاء باراده شعبيه حقيقيه. نعم. فهو بلا شك الكلام اللي انت حضرتك بتقوليه ده كلام سليم. زي ما قلت انا اول الثوره حسينا بالامان، امنت الثوره وسعادتها الانتخابات المجلس الشعب وانتخابات ده سليم. لكن حضرتك قلت لي انه لو على المجلس العسكري كان اطاح بالدكتور محمد مرسي. انا اعتقد هذا ان ليه. طب ولماذا لم يحدث هذا فعليا؟ ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه. كان من الصعب، كان ممكن جدا لو اطيح به كان ممكن تحصل حرب اهليه. والمجلس الاعلى للقوات المسلحه الحقيقه كان فيه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو كان في ناس فعلا عايزه تسلم السلطه في ميعادها، كان في جواه. نعم. يعني هو حوالي 19 واحد ما كانوش على قلب رجل، ما كانوش على قلب رجل واحد، كان نعم. في ناس فعلا عايزه تسلم وفي ناس عايزه تقعد. الحاجه الثانيه ان هو حاسس ان مصر مش اي دوله. مصر لو حصل فيها انقلاب او حصل فيها ثوره او حصل فيها حاجه، العالم كله مش هيقف ساكت. فمصر مش سهل العبث فيها. وعهد الانقلابات اعتقد انه ولا ما عادش ممكن يحتمل، خصوصا في بلد زي مصر. بس يا فندم ده ما يخليناش نرد على كلام حضرتك ونقول انه لو فعلا المجلس العسكري بيهتم او كان زي ما بنقول لسه مازال يريد السلطة، كان ممكن اطاح بكل الامور دي عرض الحائط واستمر كما هو واطاح بالرئيس محمد مرسي. لا ما كانش يقدر، لان القوى الشعبية اللي هي وقفت، دي برضو يعني انت عارف حضرتك. نعم. اللي غير النتيجة انتخابات الرئاسة حاجتين اعتقد ان مش عارف اذا كنت هقول لك على حاجتين. اتفضل. اول حاجه القانون اللي عملناه في مجلس الشعب باعلان النتائج في اللجان الفرعيه واعطاء كل مرشح او مندوب مرشح صوره من النتيجه. نعم. بحيث ان النتيجه بقت معاكي وبقت معايا واللي معاكي زي اللي معايا، ما تقدريش انك انت لا انت تعبسي ولا نعبس. نعم. ولا اللجنه العليا تعبس. نعم. خدت بال حضرتك؟ فده خلى النتيجه بقت معروفه بمجرد ما اعلن اخر اللجنه. بالعكس يمكن قبل ما تعلن يمكن 100 لجنه حسبوها، قال لك الفرق لو قال ايه الحزب الحرية ده حسبها وقال لك لا مرسي ناجح. لاني وجد ان بالحسابات مساله حسابيه يعني. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه التجمع الذي كان موجودا في ميدان التحرير قبل اعلان النتيجه. نعم. بس التجمع ده كان معروف يا فندم مين؟ يعني كان معروف كلهم ان دول جماعه الاخوان المسلمين. طيب. وانصار أيوة. الرئيس محمد مرسي. طيب ما هو ده بس كان تجمع. نعم. كبير. ظهور النتيجه على غير النتيجه التي كانت بين ايديهم ده كان ممكن يعمل كارثه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه قال لك انا اتحمل النتيجه دي، ده ممكن دول لو طلعوا خدت بالك ممكن يحدث في البلد فوضى. نعم. فهو المجلس دول الحاجتين تقريبا اللي هم يعني كانوا السبب في اعلان النتيجه كما هي. طيب. في عام 90 قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان. يومها أتى الرئيس المخلوع مبارك بثلاث فقهاء دستوريين، دكتور سليمان الطماوي، دكتور يحيى الجمل، دكتور أحمد كمال أبو المجد. أجمعوا للرئيس أنه لا يجوز الإفتاءات على حكم المحكمة، ولكن الرئيس ضرب بآرائهم عرض الحائط وأجرى استفتاء شعبي على بقاء البرلمان. أليس حريا بنا ونحن بعد ثورة عظيمة قضت على استبداد وسلطة أن نمتثل لحكم الدستورية وقيام الرئيس مرسي بالامتثال لهذا الحكم، وبعد ذلك قام الإخوان برفع دعوى أمام القضاء الإداري لعودة البرلمان؟
واليوم الحكم على فكرة في هذه القضية أمام محكمة القضاء اتأجلت النهارده. اتأجلت 25 الشهر الجاي. الشهر الجاي. طيب. لسه جاني تليفون دلوقتي من عدد الصحفيين بيقولوا اتأجلت. نعم. تعليق حضرتك يا فندم؟ احترام أحكام القضاء دي مسألة لا يماري فيها أحد إطلاقا. وعصب الديمقراطية وعصب الاستقرار في البلد هو احترام أحكام القضاء وتنفيذها. حكم المحكمة الدستورية العليا الحقيقة شابه عيبان. العيب الأول إنه يعني هناك إحساس بعدم مصداقية هذا الحكم، لأن النهاردة عمر المحكمة الدستورية ما كانت تنظر دعوة وتحكم فيها في نفس اليوم. الدعوة دي كان قدامها أكتر من 3-4 سنين عشان تنظر، استدعيت. خدت بال حضرتك؟ نعم. المحكمة الدستورية العليا عندما تحكم بإيه؟ تحكم بعدم دستورية نص، ده اختصاصها. نعم. ولكن لا تحكم بحل البرلمان، لأن حل البرلمان ده له وسيلة أخرى، يا رئيس الجمهورية الشعب، لأنه ما أتى الذي يأتي بإرادة شعبية لا يمكن لسلطة أخرى إنها تحله، لأن من المبادئ المستقرة في القانون الفصل بين السلطات: السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. كل سلطة لا تستطيع أن تحل الأخرى ولا تتحكم فيها. فهو حكم المحكمة الدستورية أخطأ عندما قال حل البرلمان. لا، مالكش دعوة بالحل، أنت تقول عدم دستورية القانون الذي انتخب، وبعدين قرار الحل يا إما يأتي من رئيس الجمهورية زي ما الرئيس السابق عمل، أو يأتي بالاستفتاء زي برضه ما عمل. نعم. طيب يعني مش انا يعني هل في تناقض بين كلام حضرتك؟ لانه احكام القضاء حضرتك في البدايه قلت انه احكام القضاء تحترم ولا كلام عليها، ولكن حضرتك بعد كده بتقول انه الحكم خاطئ. الحكم تجاوز اختصاصه او يعني تجاوز. حضرتك قلت نفس اللفظ كده، في نوع من عدم المصداقيه. لانه تجاوز اختصاصه. طيب. لانه قضى. هو يا فندم ده ما يعتبرش تعقيب على حكم القضاء؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك التعقيب على حكم القضاء نعم جائز. نعم. بشرط انه يكون موضوعي. يعني ما تيجيش تقول الحكم ده كلام فارغ. لا، ما ينفعش. لا، الحكم ده اخطأ في كذا وكذا وكذا، وده اللي احنا بنقوله في صحف الطعن. حتى لو الحكم خطأ فهو عنوان الحقيقة. الحكم النهائي البات هو عنوان الحقيقة. بس نعم. هي خلي بالك من حاجة، الحكاية دي بتلخبط بعض الناس. نعم. عنوان الحقيقة القانونية وليس الحقيقة الواقعية، ودي مسألة يمكن هو كل ما هناك ان احنا الدعوة دي المرفوعة بيقول ما بنقولش ما ننفذش الحكم. يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، قرار الدكتور مرسي احترم الحكم. نعم. ليه؟ قال المجلس يرجع وتحصل انتخابات بعد شهرين من الدستور. طب يعني ازاي المجلس يرجع وفي حكم ببطلان المجلس؟ مش بطلان المجلس. نعم. ده بطلان القانون. بطلان هو مش بطلان، عدم دستورية القانون الذي انتخب. طب انا عايز اقول لك على حاجة. اتفضل. المحكمة الدستورية الألمانية كان عندها طعن زي ده. نعم. قالت ايه؟ قالت ان القانون الذي تم على اساسه الانتخاب قانون معيب، ولكن هذا لا يؤثر على المجلس القائم، يستمر يعمل كما هو، وإصلاح القانون يكون بالنسبة للمستقبل وليس بالنسبة للماضي. حاجة تانية قالتها المحكمة الدستورية العليا بتاعتنا، قالت ان المجلس ده صحيح انتخابه معيب، لكن كل القوانين التي اصدرها سليمة. هتقولي لي ازاي مجلس باطل ويصدر قوانين سليمة؟ ليه؟ لان الواقع عايز كده، لانك انت لو ابطلت كل القوانين اللي اصدرها المجلس ده خربت بيوت الناس. انا راجل اتوظفت بمقتضى قانون وضعوا هذا المجلس، ترفديني؟ تملكت عقار بمقتضى قانون اصدره هذا القانون. فالاستقرار التعامل واستقرار الحياه يقتضي احيانا الاعتراف في بعض الامور التي لا بد من الاعتراف بها، والا اهتزت الحياه والناس حقوقها راحت. خدت بالك؟ فاحنا كنا بنقول كل اللي بنقول ان هو المجلس ينعقد، لان المحكمه لا تملك انها تقول ما ينعقدش. المحكمة تقول له القانون التي انتخب على أساسه
غير دستوري، وبعد كده رئيس الجمهورية يصدر قرار بحله أو يستفتي الشعب على حله زي ما هو عايز. مش بيستفتي الشعب على القانون، نعم، على الحكم، على صحيح أو غير صحيح. لا، بيقول لهم المحكمة قالت كذا، انتوا رأيكم ايه؟ يقولوا لا احنا عايزين المجلس ده. لكن احنا في حالتنا دي ما حصلش اي استفتاء ولا حصل اي حاجه. نعم. ما حصلش اي بالعكس. يعني المحكمه، انا استعجبت لما المحكمه الدستوريه راحت واقفه تنفيذ قرار رئيس الجمهوريه بعوده البرلمان. لا، انت مالك؟ انت لا تملكي هذا يا محكمه دستوريه. اللي يملك التعقيب على قرار رئيس الجمهوريه هي المحكمه الاداريه. نعم. وليست المحكمه يعني الدستوريه. انا احاول افهم كلام حضرتك بشكل بسيط، يعني يعني بما اني لست خبيره قانونيه وطبعا اكيد كتير من مشاهدينا. طيب حضرتك زي ما بتقول كده ان المحكمه الدستوريه ليست المختصه وانه ما حصلش اي استفتاء شعبي من قبل الرئيس بعوده البرلمان. طيب وضع البرلمان ايه دلوقتي؟ وضع يعني البرلمان مجمد ليه؟ مجمد. طيب هنرجع نستكمل حديثنا مرة أخرى، لكن نذهب لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية، ولنا عودة وإسلام يا مصر. يا مؤمنين الصلاة، يا مؤمنين الصلاة، الصلاة الصلاة، يا مؤمنين الصلاة هي عماد الحياة. يا مؤمنين الصلاة هي عماد الحياة، فيها الخضوع للمولى، فيها الخشوع لله. يا مؤمنين الصلاة، يا مؤمنين الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع حضراتكم من جديد وإسلامية مصر، وكنا نتحدث مع ضيفنا سيادة المستشار محمود الخضيري عن المحكمة الدستورية التي قضت بحل البرلمان. ويمكن كنا حضرتك بتشرح لنا أنه حل البرلمان ممكن حل البرلمان من خلال عمل استفتاء شعبي من الرئيس الحاكم أو بحل البرلمان بقرار من سيادة الرئيس. طيب الاثنين ما حصلوش. طيب. فما هو موقف البرلمان في الوقت الحالي؟ مجمد ما بنعملش حاجه خالص ولا بنروح حد خالص. طب ليه ما فيش اي طعون او اي قرارات او لا اي في دعوه مرفوعه للسيد الرئيس؟ لا احنا حاليا لا نعمل. حتى عايز اقول حاجه، البعض يعني قاعد يشيع ان احنا بنتقاضى مرتباتنا او يعني طبعا ده الكلام ده باطل اطلاقا. لم يحدث. ما دخلناش المجلس من بعد الجلسه الاخيره. نعم. وطبعا يعني ليس من اللائق ان احنا نتقاضى راتب على ما يعني عمل لم نقم به. نعم. خدت بالك؟ فده كذبه يعني مقصود بها التشويه. نعم. خدت بالك؟ فاحنا حاليا مجمدين ما بنعملش حاجه خالص. طب يعني ايه اللي هيحصل مستقبليا للبرلمان؟ يعني ايه الوضع المستقبلي؟ ايه النظره المستقبليه للبرلمان؟ هو السيناريو اللي موجود حاليا واحد من الاثنين. نعم. اما المحكمه الاداريه تقول ان اصل حكم المحكمه الدستوريه العليا حجيته في ايه؟ نعم. في المنطوق بتاعه. نعم. المحكمه لما حكمت المنطوق ده اللي تحت حكمت ببطلان الثلث الفردي واتكلمت عن البرلمان كله في الاسباب. نعم. الاسباب دي بالنسبه للمحكمه الدستوريه العليا ما لهاش اي حكم، لكن الحكم نفسه في الثلث الفردي. في الثلث الفردي. نعم. فممكن المحكمه الاداريه اللي هي معروض عليها الدعوه اساسا تقول انا عندي حكم ببطلان بعدم دستوريه الثلث الفردي. نعم. فانا بقضي بهذا وتقضي في الدعوه على هذا الاساس وان الباقي لا يلزمني. في الحاله دي يحصل اعاده على الثلث الفردي على الحزبيين الذين رشحوا على المقاعد الفرديه. نعم. او ان المحكمه تقول لا ده حكم المحكمه الدستوريه العليا ده سليم ويلزمني وكله يبقى ساعتها لابد من اعاده الانتخابات كلها. نعم. على المجلس كله. نعم. حضرتك قلت وصرحت قبل كده انه عدم اهليه
أحد ممن قاموا بإصدار الحكم بسبب وجود خصومة بين المحكمة الدستورية اللي أصدرت الحكم وبين مجلس الشعب الصادر الحكم بحقه. الكلام ده حقيقي فعلا؟ حقيقي. ليه؟ لأني قبل إصدار الحكم أحد أعضاء مجلس الشعب تقدم بمشروع قانون عشان يعدل قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث إن هو يعني ينتزع بعض اختصاصاتها أو يعني. نعم. وهذا القانون قدم لي وأنا الحقيقة يعني قلت له يعني استحجنت هذا وقلت له لا مش وقته، لأن إحنا دلوقتي داخلين على يعني المحكمة هتشوف قانون مجلس الشعب، فلو صدر هذا القانون في هذا الوقت يبقى معنى ذلك إن إحنا بنحاول نمنعها من نظر القانون، فده مش وقته. نعم. وفعلا الراجل الحقيقة اقتنع وسحبنا المشروع. لكن الحقيقة الصحافة تلقفت هذا المشروع ونشرته. المحكمة الدستورية العليا كان ممكن جدا عملت جمعية عمومية وهاجت وماجت وعملت يعني قالت احنا في انعقاد دائم واحنا مجلس الشعب وقعدوا يشتموا فينا. نعم. انا كنت بقول لهم يعني بدل ما تتسرعوا اتصلوا برئيس مجلس الشعب وقولوا له ايه اللي بيحصل ده وما يصحش، وده هيقولوا كلها ده مشروع واحنا قبرناه وانتهى. الهيصة دي هي اللي حصلت، جعلت هناك خصومة ما بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا. هذه الخصومة طبقا لقانون الإجراءات المدنية قانون المرافعات. نعم. خدت بالك؟ تمنع المحكمة الدستورية العليا من أن تنظر، لأن لو أي واحد بينه وبين خصومة، لو أنت القاضي اللي قدامك حسيتي ان بينك وبينه خصومه او شخط فيك، يعني هل الخصومه بين الجهه القضائيه اللي اصدرت الحكم وبين مجلس الشعب تمنعها من النظر في الدعوه؟ تمنعها طبعا، تمنعها، مش عايز شك. ده حاجه عاديه. حاجه عاديه جدا في اي قضيه. انت عندك حسيتي ان القاضي اللي قدامك ده يعني حاسه ان هو يعني منحاز لخصمك او بيتعامل معاك بمعامله سخيفه تدل على ان هو يعني مستثقل الدم، يعني اي حاجه، بتقول لي انا بردك ومش عايزك تحكم في القضيه بتاعتي. وفي الحاله دي يمتنع عليه ان يستمر في نظر الدعوه. ما دام قلت له رفعت ايدي كده وقلت له انا بردك، يروح القلم واقف لغايه ما يتفصل في دعوى الرد. طيب، المستشار فاروق سلطان أكد بأن قرار المحكمة الدستورية غير قابل للطعن. ما هو طبعا غير قابل للطعن، ما حدش قال كده غير كده. هيطعن فين؟ مفيش محكمة يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا. نعم. سيادتك أيام النظام السابق كنت أول المعارضين لقانون الطوارئ، والقوانين الاستثنائية هي خروج عن الشرعية القانونية، فلماذا وبعد أن صنعنا ثورة كانت الطوارئ هي أحد الأسباب التي قامت من أجلها الثورة أن نقوم بإنتاجها من جديد وحتى ولو كانت بضوابط قانونية؟ هو في حاجة الناس يجب تعرفها. نعم. في حاجة اسمها حالة طوارئ وفي حاجة اسمها قانون طوارئ. حالة الطوارئ معناها إيه؟ لا قدر الله حرب قامت او زلزال او وده بيحصل في الدنيا كلها. ويمكن انت تذكري كاعلاميه ان مثلا الولايات المتحده في اعصار يسمى مش عارف اعصار ايه. نعم. فيجي الرئيس الامريكي يقول لك ولايه كذا فيها اعصار وحصل تدمير فيعلنها منطقه قوانين استثنائيه بتكون منكوبه. نعم. دي منطقه منكوبه، يعني معنى ذلك ان يعلن فيها حاله الطوارئ التي يطبق فيها قانون الطوارئ. نعم. قانون الطوارئ ميزته او يعني ما يميزه، يعني مش ميزه حلوه فيه، يعني ان هو بيخلي السلطه التنفيذيه تتصرف بصوره قد تخالف القانون. يعني لو حضرتك في الظروف العاديه عايزه عربيه عشان تنقل لك حاجه بتروحي تتفقي مع الراجل في الظروف الطوارئ ما فيش حاجه اسمها اتفاق. في حاجه اسمها عربيه فاضيه اخدها غصب عن صاحبها واحط حمل فيها لان انا عايز اروح انقذ ناس بيموتوا. دي في الحالات الاستثنائيه او يعني في الكوارث او لا قدر الله او حروب او ايا كان. نعم. بس نعم. يجي رئيس الجمهوريه يعلن حاله الطوارئ. نعم. بعد استئذان مجلس الوزراء. نعم. لمده 6 شهور. بعد كده لو عايز يمد يستفتي الشعب. نعم.
ده القانون الطوارئ ده موجود في كل الدنيا، وموجود في مصر من سنة 58 162 لسنة 58. طب ليه كان بيحارب من قبل؟ اللي كان بيحارب مش القانون. نعم. اعلان حاله الطوارئ. ان تعلن حاله الطوارئ ليه؟ يقول لك نعلن حاله الطوارئ. لا يوجد ما يستدعي اعلان حاله الطوارئ. فين؟ تقصد يعني في حرب، في زلزال، في كوارث، ما فيش حاجه. احنا في ظروف طبيعيه ورغم ذلك نعلن حاله الطوارئ عشان ندي الشرطه قوانين استثنائيه او اجراءات استثنائيه. نعم. طبعا ده غلط. فهي المشكله في اعلان حاله الطوارئ وليس في قانون الطوارئ. نعم. واللي عمل وزير العدل ان هو جاب القانون ده اللي من سنه 58 لم يناله اي تعديل، وبدأ يعدل فيه بحيث ان هو يدي نوع من الضوابط في الاستعمال والضوابط في القبض والتفتيش ولا حاجه عشان. وبعدين انا حتى لما كلمت معاه وقلت له احمد بيه يعني لا بلاش منه. ليه؟ لان قدامك سلسله من القوانين عايزه تعدل. يبقى انت لما تيجي يعني حتى في بيتك وانت مثلا بتنظمي وبتنظفي، تنظفي الحاجه اللي هتستعمليها. الحاجه اللي مش هتستعمليها خليها مكانها. لا، هو عمل ازاي؟ استدعى هذا القانون وعدله عشان يرجعه تاني ويحطه في الدرج. لكن خليني برضو اسال حضرتك، سمعنا انه استدعاء هذا القانون زي ما حضرتك بتقول كده كان الهدف الاساسي له هو مواجهه البلطجه، فهل بتعد البلطجه وتوضع في نفس الخانه مع الكوارث ومع الحروب؟ لا طبعا لا. وبعدين هو اصله مش عشان مفيش حاجه اسمها عشان البلطجه. اذا كنت عايز قانون الطوارئ اعلن حاله الطوارئ. يقدر يعلنها دلوقتي طبقا للشروط اللي موضوعه، لا يستطيع ان يعلنها. يعني حالتنا دلوقتي بعد الثوره وعلى الرغم من وجود بعض من الانفلات الامني لا تسمح باعلان لا تسمح باعلان حاله الطوارئ اطلاقا. وفي القانون العادي ما يكفي. هو تعرف حضرتك طيب. المساله مش مساله قانون طوارئ، مساله ان الامن نفسه مش مفعل. قبل ما اجي لك دلوقتي وانا جاي اتصل بيا ناس من رشيد، وكويس ان انا اقول الحكايه دي عشان يمكن يروحوا ينقذوهم. ان الطريق الدولي مقطوع عند رشيد، قاطعينه. اهل رشيد طالعين وموقفين السيارات، مشكله كبيره جدا. خدت بالك؟ هذه المشكله سببها ضعف الشرطه وعدم قيامها بدورها. نعم. وفي القانون العادي ما يكفل عقاب هؤلاء الناس الذين يقطعون الطرق. فهي المسألة مش عشان ان هو عايز يطبقه على البلطجة. لا، ما يقدرش يطبقه على البلطجة حاليا لان ما فيش حالة طوارئ. عايز تطبق قانون الطوارئ اعلن حالة طوارئ. نعم. طيب سيادتك اول من نادى باستقلال السلطة القضائية واصدار قانون جديد بيضمن لها استقلالها في نواحي تعيين النائب العام، تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، استقلال ميزانية وزارة العدل عن وزارة المالية. هل ده هو نفس مفهوم حضرتك لاستقلال القضاء؟ طبعا. يضاف إلى هذا منع الندب لغير الجهات الحكومية. نعم. عشان منع التأثير على القضاة. وفي حاجات أنا بقولها أكتر من كده ثبت إنها كانت يعني أساءت للقضاء كتير. نعم. إن القاضي الكبير في السن بعد ما يوصل لدرجة معينة يتحلل المعاش. طبعا هتحلل المعاش بالنسبه للقاضي دي. هي الراجل كان بياخد كذا الف بينزل الى اخره. فبيحاولوا ان الحكومه تحاول انها تاثر عليهم عن طريق اغراء بوظائف المحافظين، بوظائف الوزراء، بالحاجات دي. وذلك من ضمن الحاجات اللي كنا بنتمناها وكنا نفسنا نعملها في مجلس الشعب ان القاضي عندما بعد ما يحلل المعاش ما يصحش يعين في وظيفه محافظ، عشان ما يبقاش ده وسيله للضغط الادبي عليه. عايز أسأل حضرتك برضو كيف تكون البداية الحقيقية لاستقلال القضاء في عهد رئيس مدني منتخب؟ قانون سلطة قضائية جديد يحقق الضمانات اللي احنا قلنا عليها، ومن بين هذه الضمانات حسن اختيار أعضاء السلطة القضائية عن طريق إنشاء معهد للقضاة لوكلاء النيابة يدخلوا فيه ويتم إعدادهم لمدة 2 سنين، وبالتالي ويأخذ منهم الأوائل عشان يتعينوا في النيابة. فيعني عشان نضمن سلطة قضائية مستقلة تقوم بدورها في تحقيق العدل لابد من تحقيق كل هذه الضمانات اللي احنا اتكلمنا عليها.
طيب احنا معانا بس مداخله هاتفيه، سياده المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمه جنايات اسكندريه. اهلا بحضرتك يا فندم. سياده المستشار. الو. طيب هنعاود الاتصال مره اخرى. اتفضل. يعني برضو سمعنا كثيرا عن تطهير القضاء، ماذا تعني هذه الكلمه؟ تعني أن هناك بعض القضاء من ضمن الحاجات اللي يتميز بها إن هو عامل زي جسم الإنسان السليم. نعم. بيطهر نفسه بنفسه. يعني إحنا دايما أي إنسان بيستنشق هواء، ممكن الهواء ده يكون فيه بعض الجراثيم، بياكل أكل ممكن الأكل ده يبقى فيه بعض الجراثيم. الجسم فيه كرات الدم البيضاء بتحارب هذه الجراثيم البسيطة اللي بتدخل وتطردها وتطلع. يعني حضرتك بتقول تطهير القضاء ذاتيا. تطهير القضاء ذاتيا. طيب انا هرجع لحضرتك مره تانية، لكن مداخله مره اخرى معانا. سياده المستشار عبد الفتاح مراد، اهلا بحضرتك يا فندم. الو. طيب اعتقد ان في مشكله، نراجع المشكله بقى في الاتصال ونعود حديثنا من جديد. تطهير القضاء ذاتيا كيف يكون؟ كي ان القضاء يستطيع ان يتخلص من العناصر اصل خلي بالك من حاجه، يعني نعم. في حاجه مهمه جدا. القضاء ده ما هو بشر زي صحيح طبعا. انسان يصيب ويخطئ، وفي بيتسلل القضاء في كل يوم. معلوم انا اول ما تعينت على طول في اسيوط سنه 63 اتعينت وبصيت لقيت وكيل نيابه بيتحقق معاه وفصل بعد شهرين. بقيت انا مرعوب، قال ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ومتصورين داخلين القضاء ده حاجه يعني ما. فطول عمر القضاء في بيدخل فيه يتسلل ليه بعض العناصر نسبه ولو 1%، دي يجب التخلص منها، لان لو قعدت زي المرض، لو قعد ممكن ان هو يستشري. لكن حضرتك تقصد ايه بانه يطهر نفسه ذاتيا؟ يعني بدون رقابه؟ لا، بدون ان يخضع لاي جهه؟ لا هو لا يخضع لاي جهه. نعم. المفروض ان لا، عمليه التطهير نفسها، عمليه التطهير برضه بيقوم بها التفتيش القضائي. بيفتش على القضاة ويعرف مسالكهم، واللي فيه شكوى لما يكون لك انت شكوى قاضي بتروح تشتكي وتحقق الشكوى، هتبقى لحدك، واذا ثبت صحه هذه الشكوى يجازى هذا القاضي حسب يعني جسامه الشكوى، ممكن تؤدي الى فصله، ممكن تؤدي الى حاله الوظيفه اخرى. وهو ده التطهير الذاتي. نعم. اللي اقصده، وده ناجع وما بيتحيزوش. مش عشان تقول قاضي يتحيز لقاضي، لا ابدا، بالعكس ده في منتهى القسوه. القاضي بيتعامل في حسابه بمنتهى القسوه. يعني في مثلا حاجه، اذا كان زي ما حضرتك بتقول كده بنفس ان هو مفعل بالشكل ده، هل كان له فعلا ايجابيات؟ هل فعلا احدث نتائج من قبل؟ طول عمره، بس هو في الفتره الاخيره قبل الثوره كانت الحكومه بتتدخل لنصره بعض القضاه اللي هم مش حلوين عشان تستطيع ان تستعملهم في قضايا بعينها. يعني قاضي واحد توحي لوزير العدل ان التفتيش تبعه، توحي لوزير العدل بلاش تحقق مع ده عشان ده يبقى، وبعدين يبقى فاهم اللي مخليه هي السلطه التنفيذيه، وفي هذه الحاله ينفذ ما تراه هيبقى مندوب الحكومه اللي قاعد على المنصه. نعم. فدي الخطوره اللي احنا كنا بنخاف منها، واللي خلتنا نطلب بنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى لمنع التأثير عليه. نعم. طيب أنا عايزة بس نروح مع حضرتك، هنشوف فيديو، لكن حضرتك كنت رئيس لنادي قضاة الإسكندرية سابقا. خلونا نروح نشوف مع حضرتك الفيديو ده ونرجع نعقب ونسأل سؤال. أن قضاة مصر رغبتهم أكيدة، ولا أقول ملحة، لأن القضاة لا يلحون وليس من دأبهم الإلحاح. لديهم رغبة أكيدة أن يستمر هذا الرجل، هذا المستشار الجليل في موقعه، فهو أقرب الأقرب إلى تحقيق أمانينا وطموحاتنا. به هدأت نفوسنا.
شفنا الفيديو ده، وكان سياده المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الاسبق او الحالي، انا عفوا. وشفنا يعني الكلام والكلمه كانت بيقول فيها رغبه ملحه والقضاء لا يلحون باستمرار وزير العدل الاسبق سياده المستشار عبد الرحمن. الحقيقه دي سقطه من رئيس نادي القضاء، لان التشكيل الوزاري احنا في مبدا الفصل بين السلطات. انا ما اقدرش انا كقاضي اقول عايزين وزير فلاني ووزير علاني. طب ده خليني اسال حضرتك، دور رئيس نادي القضاء ايه دوره؟ هل بيعبر عن ارائهم فيما يخص شؤونهم في القضاء، ام انه دوره مقصور فقط على النواحي الخدميه؟ لا، دي ودي. نعم. يعني يعبر عن يعني تصريح المستشار الزند بهذا الشكل هل بيعبر عن راي القضاء في مصر؟ لا، في دي ما كانش بيعبر. واذا كان بيعبر يبقى غلط. ليه؟ لان المفروض ان احنا بنقول للمحكمه الدستوريه لا تستطيع ان تحل مجلس الشعب. اجي انا كقاضي اقول لا احنا مش عايزين فلان الفلاني، عايزين فلان الفلاني. طب دي سلطه سياديه لرئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه ان يجيب فلان وما يجيبش فلان. ده هو المسؤول، ده انا اللي مسؤول، ومسؤول قدام مجلس الشعب، مسؤول عن السياسه. اجيب واحد وزير على مزاجك واجي انا اسال عليه؟ يعني انا اجي اقول لك شغالي فلان الفلانيه دي مثلا عندك تشتغل معاكي، خدت بال حضرتك، وبعدين ما تبقيش انت مسؤوله عنها. انا ازاي؟ يعني الحقيقه هو تصرف عمرنا ما شفناه من رئيس نادي القضاء، تصرف اخرق عمرنا ما شفناه. طيب خلونا ندخل بقى في المرحلة اللي بعد حكم رئيس الدكتور محمد مرسي. حدد الرئيس مرسي 100 يوم للقضاء على المشكلات الآتية اللي أعقبت الفترة الانتقالية، وهو حددهم في 5 مشكلات: الأمن، النظافة، المرور، الأمن رغيف العيش، الوقود. حضرتك شايف من وجهة نظرك أن تم تحقيقها ونسبة كام في المئة؟ لا، لم يتم تحقيق شيء. لم يتم تحقيقها لسبب ان الدكتور محمد مرسي من ساعه ما جه نعم لغايه اقاله المشير لم يكن يملك في الدوله شيء، ولا يملك يصدر اوامر، والمحافظين لم يكونوا يستمعون له، لان مين اللي هو اللي ينظف الشوارع؟ ولا طبعا الادوات التنفيذيه في المحافظات والى اخره. يعني العائق اللي كان بيعوق الدكتور محمد مرسي عن تحقيق اهدافه، حضرتك بتقول ان هو المجلس العسكري. طبعا متمثل في المجلس العسكري كان هو اللي بيحكم فعلا. لدرجه انا فوجئت بحاجه، فوجئت ان الدكتور الجنزوري بعد ما رئيس حلف اليمين نعم رايح يقدم استقالته للمشير. ازاي؟ المشير ما خلاص انتهى، ازاي تقدم استقالتك للمشير؟ المفروض تروح لرئيس الجمهوريه. يبقى ليه احساس من رئيس الوزراء انه ده ولا حاجه؟ خدت بالك؟ فانا اعتقد ان الدكتور محمد مرسي يحاسب من 100 يوم بتاعته تبدا من تاريخ اقاله المشير. يومها أصبح رئيسا للجمهورية وبيتصرف كرئيس جمهورية وعين محافظين وعين ناس. احسبي له ال100 يوم. يعني مش من تاريخ حتى نقول تعيين الحكومة الجديدة. لا اللي عينها السيد الرئيس. لا، أنا أعتقد يعني طبعا يعني هي لأنه كان يعني وزير رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل قال حاسبوني من أول ما مسكت الوزارة. ما نقدرش نحاسب السيد الرئيس قبل عن اي حاجه في البلد قبل الفتره دي، يعني حكومه لم يعينها هو. طبعا مش حد شك ان هو ما كانش في ايده حاجه خالص. ده هو ما كانش حد يعني من جبروت الاعلان الدستوري المكمل انه خلى حتى الميزانيه في الجيش. طب هو انا من غير ميزانيه هعمل ايه؟ فهي الحقيقه، وان كنت اعتقد ان برضه في خلال ال100 يوم دول يعني الحقيقه يمكن ما كانش، اعتقد ما كانش مدروس قوي، لان 3 مشاكل في منتهى الصعوبه. دول 5 او 5 5 مشاكل ودول على فكره المشاكل الآنية. يعني احنا عندنا تلال من المشاكل الاخرى. ده تلال فظيع. لكن هو كانت رؤيه الدكتور محمد مرسي انه المشاكل دي هو يقدر يحلها من خلال دراسه خلال 100 يوم.
يعني وده اللي ندى فيه في خلال في عقود الانتخابيه، ارجو في الحملات الانتخابيه. ارجو يعني انا اتصور، انا لو بحاسب بعدل احاسبه من تاريخ الحكومه فعلا الجديده اللي هو يملك ان يصدر اليها الاوامر. نعم. بتنفيذ برنامجه. طيب انما احنا قبل الحكومه كده الجديده بقى لها شويه معانا، بقى لها شويه يعني بقى لها شهر، يعني بقت قربت تجيب ال 100 يوم. لا لسه فاضل لها شهر مثلا. يعني شهرين او انا مش معايا الحساب بالظبط قد ايه، وانا مش معايا برضه، بحاول اطلب مساعده من الكنترول، لكن اعتقد ان بقى لها يعني من قياسا بس 75 يوم الكنترول يعني اسعد. ليها 75 يوم الحكومه من لا بدايه من تعيين الدكتور محمد مرسي، لكن الحكومه تحديدا اعتقد مثلا ممكن نقول شهر او شهر ايا كانت المده، فهي بالنسبه ل 100 يوم هي مش قليله. والله يعني اي ايام تقطع من ال 100 يوم هي مده ليست بقليله والله. وبعدين لا هو يعني مش عارف هو هل يعني الدراسه بتاعته كانت قايمه على ايه، ما عنديش فكره. لكن المشاكل دي انا اعتقد ان لو كان ادى نفسه فرصه سنه مثلا، لاني اصلي الزمن بيمر بسرعه. نعم. يعني انا اتصور ان الدكتور محمد مرسي لا يجب ان احنا نحاسبه حساب حقيقي قبل مرور سنه. قبل مرور سنه. طب سنة. ده احنا بنتكلم عن ال زي ما قلنا الحاجات الآنية اللي هو وعد بحلها خلال 100 يوم، وانما لو اتكلمنا عن مشروع النهضه حضرتك ممكن شايف انه ممكن يتحقق ده ما تحاسبش الا في الاخر، في اخر المده، في اخر 4 سنين. يعني انا انتظر الاربع سنوات واتحدث بعد كده. بعدها. وده اللي حصل مع حزب العداله والتنميه في تركيا. في اول مده رئاسه بتاعته، في اول مده حكم، استطاع ان هو يغير، واستطاع المواطن التركي ان هو يشعر ان هذه الحكومه ممكن تديله حاجه، وعشان كده نجحت بدرجه اكبر، وحققت بعد كده في المده الثانيه بقت تركيا. انا اعتقد ان الدكتور محمد مرسي حسابه يبدا بعد مرور سنه، والحساب العسير يبدا بعد انتهاء او قرب انتهاء مده الرئاسه. طيب خليني اسال حضرتك سؤال كان المفروض اساله بدايه في بدايه الحديث عن وجود الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر. تقييمك لوصول الرئيس محمد مرسي لكرسي الرئاسه، وخاصه ان له خلفيه اسلاميه؟ يعني هي الخلفيه الاسلاميه دي عيب؟ لا طبعا. في بلد لا طبعا. لا الخلفيه الاسلاميه دي ليست عيبا ابدا. انت تعرف حضرتك من ضمن الحاجات المفاجآت الغريبه انه لما جت ظهرت مذيعه محجبه الدنيا قامت. اخوانة الاعلام يا جماعه، يعني هو مباح للمذيعه انها تطلع بقميص النوم، وغير مباح لها. لا هو ما فيش عندنا مذيعات ابدا في اي حته بيطلعوا بالحضرتك بتقول عليه، بالمنظر اللي حضرتك بتقول عليه، وقياسا على كلام حضرتك إيه؟ واستكمالا لكلام حضرتك عشان برضو ندي كل طرف حقه. احنا المذيعات المحجبات موجودين من النظام السابق. ايوه بس موجودين من النظام السابق. خلاص. لا انا خليني بقى اتكلم وارد على حضرتك في النقطه دي تحديدا. الهوجه اللي حصلت من وسائل الاعلام على وجود او ظهور مذيعه محجبه دي، كان اللي وراء الهوجه دي هم الاخوان المسلمين او الحريه والعداله. احنا بصوا جبنا للمحجبات حقهم وطلعوا على الشاشه، لكن المحجبات موجودين. المحجبات كانوا موجودين، وحضرتك لو متابعنا هنا في قناه اسكندريه المحجبات وعددهم كان كتير جدا موجودين من ايام النظام البائد او ايام النظام السابق، فهي مش حاجه. انما حضرتك تقصد انه مثلا بعض الفنانين، الحديث عن بعض الفنانين دي نقطه تانية. لا يعني انا ما اقصدش حد، انا ما بشوفش حد طبعا. يعني انا عايز انا بقول لهم هم. نعم. بقول يعني لو طلعت بملابس، يعني اصل احنا يا فندم، ما هو انا مش يعني لا ارتضي هذا التعبير عن اي مذيعه. لا ابدا. انا بقول انا اقصد اقول لحضرتك انه احنا عندنا يعني في ضوابط بنخضع لها، يعني يعني والمذيعه دي بتخضع لضوابط معينه. مش عايز انا ما بقولش ان في حد طلع، انا بساله بقول له يعني لو طلعت بملابس خارجه ما تتكلمش، ولما تطلع بمحجبه تتكلم. انا مش بوجه كلام لحد معين ولا اقصد ولا شفت حد اطلاقا، انما عايز اقول له يعني لما تطلع بملابس خارجه ما تفتحش بقك، ولما تطلع محجبه
تنتقد ما هو يا وتقول فندم اخوانا مين اللي اتكلم؟ مين اللي اتكلم؟ مين اللي اتكلم وعمل الهوجه؟ الناس اللي بينتقدوا. لا الاخوان المسلمين والحريه والعداله، احنا بصوا وصلنا المذيعات المحجبات للتلفزيون على الرغم ان هم كانوا موجودين. لا مش وصلوا ولا حاجه. لا انا يعني انا الحقيقه توجهي ان انا عايز اقول ان الحشمه لا تنتقد. تمام، خلينا ننتقل من النقطه دي. لكن على سبيل المثال في أمثلة أخرى كتيرة جدا بالنسبة لأخوانة الدولة، ويمكن شفنا في الإعلام وفي الصحافة إن بعض المقالات اللي كانت بتحجب، وزي أمثلة على كده كان في عمود في الأهرام كان لرصد ما يتحقق خلال 100 يوم والوعود اللي وعد بها الرئيس محمد مرسي، وشفنا إن هذه المقالات بتحجب. ليه ما نضربش المثل بحاجة زي كده؟ بتحجب يعني. انا شخصيا ضد حجب اي راي الا اذا كان يعني يتنافى مع النظام العام والاداب. نعم. بس انما انتقاد الحاكم ده لازم، ده ضروره، لان الصحافه دي والاعلام دي العينين اللي الناس بتشوف بيها. هو انا اقدر اشوف كل حاجه؟ لكن انت بكاميرتك بتقدر تتنقلي هنا وتجيبي من هنا وتجيبي من هنا، بتوريني اللي انا ما اقدرش اشوفه وانا قاعد في البيت. فدي العينين اللي انا بشوف بيها، فلما تحط عليها غمامه يبقى مش هشوف حاجه. لا انا ضد اي حجب لاي مقالات الا اذا كانت تتعارض مع النظام العام والاداب او تتضمن اشياء مخله. هل سيتمكن الرئيس مرسي من تحقيق اهداف الثوره وتحقيق وعوده؟ لا لسه بدري. لما احنا بنتكلم في وعود ال 100 يوم ما تحققتش. لكن على المدى البعيد حضرتك شايف انه هيقدر يحققها ولا؟ انا اعتقد انه هيقدر يحققها لو احسن اختيار الناس اللي يقوموا بهذا. وانا اعتقد اللي انا شايفه الحقيقه ان هو بيتوخى حاجتين. بيتوخى حسن السمعه وتوخى طهارة اليد. نعم. في كل المسؤولين المحيطين بي. يعني أنا أعرف ناس حقيقة من المحيطين بي، أعرف طبعا الشيخ محمود مكي ده صديق عمر، خدت بالك من الناس الأفاضل، الناس وأعرف السفير محمد رفاعة الطهطاوي ده ملاك في صورة إنسان، خدت بال حضرتك. يعني أعرف الناس اللي هم رئيس الوزراء أنا يمكن ما أعرفوش، لكن بثق في حسن اختياره. لو احسن اختيار من يقومون بالبرنامج، وانا بقول له حاجه، بقول له لو وجدت في الاخوان المسلمين كفاءه تستطيع ان تحقق هاتها، ولا يعنيك حكايه الاخوانه، ودي مش الاخوانه. انا وحضرتك شايف ان الرئيس محمد مرسي يعتني بهذا الكلام؟ لا انا اعتقد انه بيعتني قوي، لانه مثلا يعني قعد فترة طويلة أو مش عارف يجيب رئيس وزراء، في حين إنه قدامه كفاءات كثيرة. أنا كنت متصور إن الحكومة دي هيبقى فيها عدد من الإخوان أكبر، لكن طبعا اللي حصل إن في كفاءات داخل الإخوان المسلمين حقها ضاعف في التولي نظرا لأنهم من الإخوان المسلمين، وده شيء مش في مصلحة الدولة إطلاقا. يعني نحن أخوانا ومش أخوانا وبتاع والكلام ده، لا احنا مالناش دعوة. يا جماعة خليكم في الأداء. أنا المفروض ما احكمش عليك إلا من خلال أدائك. أنا لما تيجي حضرتك قدامي ما اعرفش عنك حاجه. يعني حضرتك شايف انه الاعتبارات المهنيه هي المفروض انها تكون موجوده، ليست الاتجاهات السياسيه. ايوه المفروض. انا بقول لحضرتك انا اول ما اعرفك، اول ما شفتك اعرف عنك حاجه، لكن انا اقدر احكم عليك دلوقتي مثلا من خلال برنامجك وطريقه حوارك والى اخره. يعني العمل نعم. هو اللي يقدر يحكم على الانسان، خدت بالك؟ فانا عايزين العمل، انتظروا. لا يجي فلان الفلاني ده من الاخوان وده مش من الاخوان وده مش عارف ايه، لا شوفوا هو بيعمل ايه وانتقد عمله بغض النظر عن انتمائه. طيب يعني حضرتك شايف انه اغلب الناس اللي عينت في السلطات سواء التنفيذيه او الهيئات بمختلف انشطتها بتخضع لضوابط المهنيه فقط؟ انا لغايه دلوقتي شايف ان المهنيه لسه مش قادر احكم عليها الا بعد الاداء. لا انا اقصد اقول هل خضعت للمهنيه ام الاتجاهات السياسيه اللي حضرتك نظره حضرتك بالنسبه على نطاقات كبيره، مثلا ممكن نقول رؤساء الصحف، الجامعات والى اخره من امثله. يعني حضرتك شايف ان هي بتخضع للمهنيه ولا للاتجاهات السياسيه؟
يعني اصل المهنيه دي مش هقدر احكم عليها دلوقتي، لان انا ما شفتش الاداء، خد بالك. نعم. لكن انا اللي انا شايفه ولمسه حسن السمعه وطهاره اليد. نعم. ده اللي انا متاكد منه بحكم خبرتي السابقه بيهم. لكن الاداء اديني فرصه ان انا حضرتك رديت بمنتهى الدبلوماسيه. لا والله مش حكايه دبلوماسيه صدقيني. طيب خليني ارجع لحضرتك لعام 2005. الجزء ده من المقال بيقول في 2005 كان الخضيري احد اعضاء حركه بين قضاة مصريين لقت دعما من جماعة الإخوان المسلمين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها من تدخلات السلطة التنفيذية في الأعمال القضائية أو أعمال القضاء. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. 2005 دي الانتخابات الثانية اللي كان بيشرف عليها القضاء بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بالإشراف القضائي الكامل وتفسيره. هذه المرحلة أنا كنت فيها رئيس نادي القضاة في سنة 2005 وعملت لجنة لمراقبة الانتخابات واستطعنا أن نضع أيدينا على مناطق أماكن التزوير اللي حصل، ومن ضمنها كان دمنهور الدكتور جمال حشمت والدكتور مصطفى الفقي. خدت بال حضرتك؟ هذه اللجنة استفاد منها الإخوان المسلمين لأنهم كانوا أكثر فئة بتحارب. نعم. ولذلك كشفنا التزوير في كثير من الأماكن اللي هي زورت ضدهم ومنها دمياط وإلى آخره، وعملنا فيها يعني أعمال. ده خلى الناس تعتقد واتهموني أنا إن أنا من الإخوان المسلمين وإن أنا هبقى مرشد الجماعة بعد ما اطلع على المعاش، باعتبار انه حسن الهضيبي كان مستشار في محكمة النقض ولما طلع معاش بقى مرشد الاخوان المسلمين، وقالوا لي طلع الكلام ده في الجرايد. احنا كده معانا السبق بقى مع حضرتك. نعم. كمرشد آتي ان شاء الله. لا 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 بعيد عن عندهم الكفاءات الكافية يعني. خدت بال حضرتك؟ فهم اللي ترتب على هذا ان الاخوان المسلمين او النواب بتوعهم احسوا ان احنا زي ما تقول الناس دول ناس كويسين، فلما جينا احنا عملنا قانون السلطه، مشروع قانون السلطه القضائيه عايزين نعرضه على مجلس الشعب 2005. فقلنا نعمل اخوان زمايلنا في النادي قالوا نعمل ندوه ندعو فيها اعضاء مجلس الشعب عشان نشرح لهم قانون السلطه القضائيه، عشان لما يعرض عليهم في البرلمان يبقى فاهمين اللي احنا طالبينه بالظبط. نعم. فأنا فعلا عملت دعوة لجميع أعضاء البرلمان في اسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. لم يحضر إلى هذه الندوة إلا نواب الإخوان المسلمين فقط. أما نواب الحزب الوطني صدرت لهم تعليمات بعدم المجيء. نواب الباقيين محدش جه خالص، هم اللي جم الوحيدين اللي جم، وقعدوا بعد كده يشنعوا عليا محمود بقى صديق الاخوان المسلمين وبقى يدخلهم النادي وبتاع. انا عامل ندوه عامه لقيت فيها كل الناس. فمن هنا بدات المساله ان صله بالاخوان واخوانه وانهم بيحاولوا التاثير على القضاء والى اخره، والهوسه اللي حصلت لنا فيها. ده صلة بالدعوة. يعني ده مش بيفسر وقت استباق إعلان النتائج من خلال حركة القضاة المستقلين بانتمائهم للجماعة؟ ما كانش فيه استباق ده بالكلام ده الدعوة دي. لا احنا بيفسر لنا دلوقتي في الوقت الحالي وقت إعلان النتائج للدكتور محمد مرسي لما طلع علينا مجموعة من القضاة أعلنوا نفسهم إن هم حركة مستقلة من القضاة بيعلنوا إنه بفوز الرئيس محمد مرسي. هو في حد أنا يعني الحركة دي طبعا أنا كنت بره في الوقت ده كنت نعم. معامل وكنت لا الفندم دول يمكن ظهروا على كل وسائل الإعلام وكنت أنا شفتهم. نعم. وأنا عارفهم. هو السبب في هذا بصراحة كده يعني يمكن عدم الثقة الكاملة في لجنة الانتخابات. ولا القضاء؟ لا، في لجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات كان على رأسها واحد يعني كان فاروق سلطان، كان يعني تاريخه ما يشجعش قوي، ونزل على المحكمة الدستورية بطريقة ما كانتش حلوة، وده تاريخ معروف. وأنا على فكرة كتبت فيها مقالة قلت عظم الله أجرنا في المحكمة الدستورية العليا. قلت المحكمة الدستورية بوجود هذا الرجل ماتت
خدت بال حضرتك؟ واتنشر المقال، مش مقال في السر كده يعني. نعم. نشر في جريدة مش عارف المصري يوم او الشروق كان. نعم. المهم خدت بالك، فده السر ان القضاة دول تجمعوا عشان يعلنوا نتيجة خوفا من حدوث تأثير من المجلس العسكري على لجنة الانتخابات برئاسة هذا الرجل واعلان نتائج مخالفة. وده اللي تبين بعدين ان كل الناس، هو نفسه بيقول لك انا جاتني احمد شفيق جات له تليفونات من ناس مسؤولين كبار قالوا له انت ناجح. طيب يعني اعلان النتائج بهذا الشكل من حركه سمت نفسها وطلعت علينا في وسائل الاعلام بحركه القضاه المستقلين، وانه ما يقولوه هو الصحيح، ما يعدش هذا طعنا في باقي القضاه؟ لا مش في باقي القضاه، ليه؟ ده طعن اذا سميتيه طعن فطعن في اللجنه، لكن في باقي القضاه ليه؟ انا ما اقصدش طعنا من الناحيه القانونيه. لا ولا الناحيه القانونيه ولا الناحيه الواقعيه. ليه؟ نعم. لانهم خدوا نفس النتائج اللي القضاه اعلنوها. ما هو اصل زي ما قلت لحضرتك ان كان في حاجه هي دي اللي ظبطت الامور. نعم. ان احنا حطينا قانون في مجلس الشعب، وحتى في ناس يقولوا لنا والله لو لم يكن مجلسكم اصدر غير هذا القانون لكفاه، لان احنا اللي وضعنا القانون قلنا النتائج تعلن في اللجنه الفرعيه. نعم. ويعطى النتائج. اعطاء النتائج ده خلى الامور تخرج من ايد المحكمه، من ايد اللجنه العليا للانتخابات. ما تقدرش تعمل حاجه. ما هو اللي معاكي زي اللي معايا. لما تيجي تقولي لي اقرا النتيجه اللي معاك، اقول لي كذا، تقولي لا راجع تاني. ما تقدريش تقولي لي حاجه، كل اللي تقدري تقولي عليه راجع تاني، اقول لك نراجع مع بعض. فده اللي ظبط النتائج. نعم. طيب عرض الإخوان في حكم الجنزوري الاقتراض من البنك الدولي ثم ذهبوا إليه، بما تفسر هذا التناقض؟ أنا بقول لك كشهادة أمانة، أنا كنت في مجلس الشعب. نعم. اللي اعترض مش الإخوان، اللي اعترض الأخوة السلفيين، لأنهم متصورين التيارات الإسلامية. لا نقول بدل عشان من زي ما حضرتك بتقول كده مش الإخوان دول السلفيين. ده يعني أنا كنت حاضر. نعم. خدت بال حضرتك؟ إنه يعني بيعتبروا إن يعني 1.5 دي أو 2 أو إن ده يعني ربا. فطبعا يعني قاموا وردنا عليهم، وعلى فكرة اللي رد عليهم الإخوان. قال لك ده مش ربا، ده حاجه، دي مصاريف اداريه. والناس ردوا عليهم قالوا لهم يا سيدي الضروره تبيح المحظورات. نعم. وناس يقول لك زي اكل الميته يجوز في عند الحاجه، ورد عليهم. فاللي اعترض الحقيقه مش الاخوان. القوى الليبرالية وأيضا بعض الأحزاب بتقول إن اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخاب وإغفال التوافق الوطني للأحزاب الأخرى وأيضا إغفال التوافق المجتمعي منافي للديمقراطية. هو إحنا عندنا يعني حاجات مسلم بها أن الدساتير يجب أن توضع بالتوافق. نعم. ولكن إذا اتفقنا أنا وأنت وبعدين كان معانا واحد ثالث مثلا معارض. نعم. نزلت الدستور بالاتفاق اللي بيننا احنا الاثنين. خدت بالك؟ نزل الشعب. نعم. وما نزلش الكلام اللي قاله الثالث. والشعب قال هنعمل ايه؟ ما احنا ما قدرناش نتوافق اهو. نعم. مش في النهاية هيعتمد اللي بيقوله الشعب. هو كل اللي أنا طالبه حاجة واحدة بس، إن ما يبقاش الموافقة على الدستور ب51%. لا، 51% صعبة في الدستور، ممكن تبقى في انتخابات مجلس الشعب، مجلس الشورى، الرئاسة، لكن في الدستور لا. أنا عايز ينص في الدستور على أن الأغلبية التي تعتمد الدستور لا تقل عن 70%. يبقى ساعتها عندنا 70% قايلين و30% قايلين لا، يبقى ساعتها في شبه توافق، لكن ما يبقاش 51%. نعم. الحقيقة الكلام مع حضرتك يعني بيزيدنا عمقا في هذه المرحلة،
نتمنى ان احنا نكون النهارده كنا ضيوف خفاف على حضرتك. لا قوي. انا بشكر في نهايه حلقه النهارده سياده المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمه النقض ورئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب الاسبق. جزيل الشكر لحضرتك. العفو. بشكر كل المشاهدين والى اللقاء في حلقه جديده. دائما وابدا اسلام يا مصر.